السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وعلى طريق النجاح معانا مكملين. هبتدي الفيديو النهارده بمعلومه بسيطه الا وهي في سنه 2023 اكتر كلمات البحث اللي كانت على جوجل محرك جوجل كانت I am tired. انا تعبان، الناس تعبت. احنا بنصحى من النوم معانا انرجي بانك، عارف الباور بانك اللي بتاخده تشحن بيه الموبايل بره او اي ديفايس تاني؟ احنا بنصحى من النوم معانا نفس الانرجي بانك، حاجه شبيهه ليه. وعلى مدار اليوم بيعدي علينا عوامل خارجيه، يا اما بتسحب من الانرجي بانك بتاعنا يا اما بتزود الانرجي بانك. العالم اللي حوالينا معظمنا حاسه ان هو عالم مليان بالطاقة السلبية، عالم مليان بالتحديات، مع ان على الرغم ان احنا نحس ان هو غير كده خالص. عالم مليان بالطاقة الإيجابية، عالم مليان بالأصدقاء، عالم مليان بالفاميليز، العائلات الجميلة. ولكن للأسف معظمنا بيحس بانه عالم بيدينا طاقة سلبية. ليه؟ هنعرف في الفيديو ده ليه. خليني الأول أسألك سؤال، تتوقع ايه هي اكتر حاجة مهمة او اهم من الطاقة؟ في منكم اللي هيقول الفلوس. طيب اوكي، الفلوس لو معاك ومعاكش طاقة هتستمتع بيها ازاي؟ في غيرك هيقول الوقت. طيب الوقت معاك ومعاكش طاقة هتستمتع بالوقت ازاي؟ في غيرك اللي هيقول الصحة. هقول له برافو عليك، الصحة والطاقة هما وجهين لعملة واحدة. أجسامنا مليانة بالطاقة، والطاقة هي المحرك الرئيسي إن احنا نعيش حياة أفضل ونعيش بصحة أفضل. لو جينا عملنا حسبة بسيطة وبصينا مين أكتر الناس المفعمين بالطاقة والنشاط، هنلاقي نوعين: الأطفال والرياضيين. الأطفال بص عليهم في أي حتة هتلاقيهم بيلعبوا، بيحبوا يلعبوا ويتنططوا ويجروا فرحانين دايما. والرياضيين، الرياضي يختلف عن الإنسان العادي في حاجة واحدة بس، إحنا كلنا عندنا طاقة، ولكن الرياضي استغل الطاقة اللي عنده دي في حاجة تميزه في المجتمع اللي عايش فيه. في فيديو النهاردة هنتكلم عن ال10 فامبايرز أو الانرجي فامبايرز، مصاصي الطاقة. إن شاء الله لو طبقت ال10 استراتيجيات اللي هنتكلم عنهم النهاردة هتبص تلاقي الناس جايين بيسألوك يا عم أنت جايب الطاقة دي منين؟ إيه السر؟ عرفنا. يلا بينا. الفامباير رقم 1 هو الناس اللي حواليك. انت مستقبلك بيتحدد بالناس اللي حواليك. قبل ما نتكلم عن الناس اللي حواليك خلينا اقولك ان الطاقة دي عبارة عن موجات بتمشي في جسمنا. على الرغم ان احنا مختلفين عن بعض ولكن احنا مرتبطين بالطاقة. هديك مثال بسيط، لما ممكن تبقى قاعد مع واحد وتبص تلاقيه تاوب، هتبص تلاقي نفسك انت لا اراديا اتوبت. هي الطاقة زي كده، لو قعدت مع واحد وبيشحنك طاقة إيجابية أو هو عنده طاقة إيجابية هتبص تلاقي نفسك أنت بتتشحن طاقة إيجابية. وبرضه لو قعدت مع واحد مليان بالطاقة السلبية هتبص هتلاقي أنت الطاقة اللي عندك بتخلص، الانرجي بانك اللي أنت صحيت بيه النهاردة بيخلص. فالناس لازم تنقي الناس اللي هتقعد معاهم. اتكلمنا في فيديو قبل كده عن التوكسيك بيبل او الناس اللي هم بيدوك الطاقة السامة دي او الطاقة السلبية، لازم تبعد عنهم. ولازم انت تدور على الناس الايجابيين. الناس الايجابيين مش هيدوروا عليك، او الناس الناجحين مش هيدوروا عليك، انت اللي لازم تدور عليهم. والناجحين بيدوروا على بعض، يعني لازم تدور في وسط اصحابك مين الايجابي او مين الناس الايجابيين اللي انت تقضي وقت كبير او وقت اكتر معاهم عشان تتشحن بالطاقة. يبقى رقم 1 أو الفامباير الأول هو الناس اللي حواليك. الفامباير رقم 2 معانا النهاردة هو الكرسي. شباب، القعدة بتجيب قعدة. الدراسات أثبتت إن القعدة لوقت طويل ممكن تأثر على عمرك، زي عادات سيئة كتير تانية زي التدخين مثلا. في دراسة تانية أثبتت إن القعدة قدام التلفزيون لمدة ساعة ممكن تأثر عمرنا بنسبة 22 دقيقة، في حين إن السيجارة الواحدة ممكن تأثر عمرنا 11 دقيقة. فتخيل بقى إن أنت لو قاعد قدام التلفزيون وقاعد عمال تدخن. الموت البطيء يا صديقي، لازم تتحرك. ربنا خلقنا بأجسام لازم تتحرك. في دراسة كمان أكدت إن أنت لو بعد كل ساعة من القعدة قمت اتحركت لمدة دقيقتين ده بيقلل معدل الوفاة أو نسبة الوفاة بنسبة 33%. قوم اتحرك يا بطل، لازم تتحرك. في الحركة بركة. وده كان الفامباير التاني معانا في الفيديو. رقم 3، الفامباير رقم 3 ألا وهو الأكل. الأكل بصله من منظورين: أكل يديك طاقة،
واكل ياخد منك طاقة. طبعا احنا عايشين في عالم كله وجبات سريعة، يا دوب اول لما بنجوع بنضرب مش عارف سندوتش ايه، بنروح على عربية مش عارف ايه، نضرب في السريع في السريع. انت مش بتدخل جسمك اكل، انت بتدخل جسمك امراض هتحس بيها بعد ال40 بعد ال45. سكر، ضغط، مش عارف ايه، ده كله بسبب الزيوت المهدرجة. ده كله طبعا احنا مش بنتكلم، او الفيديو بتاع النهاردة هو مش فيديو صحي، احنا هنسيب الكلام ده للدكاترة المختصين. ولكن عاوز اقول لك في دراسة لقت ان طفل من كل 3 اطفال اللي مولودين في الالفينات هيصابوا بالسكر في المستقبل. وخد بالك الاسر هم السبب. ليه؟ احنا ابتدعنا فكرة ان الطفل لما يعمل حاجة كويسة بنشجعه بشوكولاتة، بنشجعه بإزازة بيبسي، بنشجعه بكيس شيبسي او كيس كاراتيه. كل الحاجات دي سموم احنا بندخلها في جسم اطفالنا لدرجة ان هم ادمنوها. والدراسة اثبتت ان اول جيل هيعيش حياة اقصر هو جيل الالفينات. فيا بطل خد بالك من اكلك، وزي ما قلت لك بص له من منظورين: اكل يديك طاقة، واكل ياخد منك طاقة. الاكل اللي يديك طاقة حافظ عليه، وحاول اعمل روتين يومي انت هتاكل ايه النهاردة. ابعد عن الوجبات السريعة، حاول دخل جسمك اكل هو محتاجه. وده كان الفامباير رقم 3 معانا النهاردة. الفامباير رقم 4 ألا وهو نقص احتياجاتنا من المية. المية يا شباب، الدراسات أثبتت أن نقص المية بنسبة 1% من وزن جسمك بتؤدي إلى الإرهاق والتعب، في حين أن شرب المية بيحسن من تدفق الدم، وطبعا مع الدم بيروح الأكسجين فبتعيد نشاطك، والعناصر الغذائية بتوصل لجسمك أسرع، وده بيديك طاقة. طبعا سبحان الله ربنا خالق في المية معادن كتير الجسم بيبقى محتاجها، وأسرع حاجة بتخش جسمنا أو بتمتص هي السوائل. فالمية، اهتم بالمية. مية قليلة يعني بطارية ضعيفة، زي بالظبط كده التليفون لما تبص فيه وتبص تلاقيه مثلا البطارية ضعيفة، انت بتبقى قلقان، عاوز شاحن، عاوز ازود الشاحن. بص لجسمك بنفس المنظور ده، ما تستناش ان انت تعطش، لا، خلي دايما في جنبيك ازازة مية، اشرب مية كتير. تاني، المية بتحسن استجابة الجسم وبالتالي بتديك طاقة أكبر. وده كان الفامباير رقم 4 معانا في الفيديو. الفامباير رقم 5 معانا النهاردة ألا وهو الضوء. الضوء برضو زي ما اتكلمنا عن إن في healthy food وفي junk food، في healthy sunlight وفي junk light. سبحان الله ربنا خالق الشمس إنها تدينا طاقة. في إحصائية اتعملت لقيت إن الشعوب اللي عايشة في أماكن أو في دول مشمسة هي أسعد الشعوب، وهي الشعوب اللي فيها حركة فيها طاقة. أما الشعوب اللي عايشة في برد وما بتشوفش طاقة الشمس أو ما بتشوفش الشمس هي شعوب عندها نسبة الاكتئاب أكتر. فيا بطل لو أنت قاعد اليوم كله تحت ضوء المكتب، لمبات المكتب، أو قاعد في البيت تحت لمبات البيت، ده ممكن يسبب الجانك لايت. لازم تدي لنفسك وقت كل يوم الصبح ان جسمك يشوف الشمس، تاخد فيتامين دي، ده هيحسن من نشاطك وهيشحن جسمك طاقة. فمرة سألوا كريستيانو رونالدو ايه اول حاجة بتعملها لما بتصحى؟ قال اول حاجة بعملها لما بصحى بخرج للشمس، لازم عيني تشوف الشمس لمدة 10 دقايق. فخليك زي كريستيانو رونالدو، خلي جسمك يشوف الشمس كل يوم. طبعا معظمنا بيخرج ويروح يشتغل بره بيشوف الشمس، ولكن انا بتكلم على الناس اللي هم بيقعدوا تحت اللمبات الصناعية كتير. لازم برضو تدي لجسمك وقت ان انت تخرج للشمس، ده هيحسن برضو من ادائك وهيشحنك طاقة ايجابية. الفامباير رقم 6 معانا النهاردة ألا وهو عدم النوم، او النوم قليل، او ما بناخدش كفايتنا في النوم. يا بطل مفيش واحد رياضي تسأله أعمل عضلات إزاي قال لما لازم يقولك تنام كفاية عشان استشفاء العضلات. فهو برضو النوم هو بيشحن جسمنا، فلازم ننام كويس. لازم تخصص لنفسك وقت، يعني مثلا 10 بالليل، 11 بالليل، 12 بالليل هكون على السرير، وقبليها بساعة تكون فاصل السوشيال ميديا، فاصل التليفون. لازم ناخد كفايتنا في النوم. هتصحى تاني يوم مركز، تصحى تاني يوم الانرجي بانك عندك 100 مفول زي ما بنقول، وهتبص هتلاقي نفسك مستعد بكل نشاط وبكل طاقة ان انت تنزل تتحرك تشتغل تعمل كل اللي انت عاوزه. وده كان الفامباير رقم 6 النوم. الفامباير رقم 7 معانا النهاردة ألا وهو الجدية المفرطة. شباب ما تاخدش الحياة على صدرك زي ما بيقولوا،
لازم تلاقي وقت ان انت تلعب. في فيلسوف قال احنا ما بطلناش لعب عشان كبرنا، احنا كبرنا عشان بطلنا لعب. لازم تلاقي وقت بحيث ان انت تلعب. الحياة بدون لعب وانبساط ليست حياة. اللعب بيدينا طاقة، فما تاخدش الحياة بجدية وتبقى دايما متعصب ودايما عندك الاوفر ثينكينج. وان شاء الله هعمل فيديو عن الاوفر ثينكينج. دايما قلقان ودايما بتفكر كتير، الشغل، البيت، الأسرة، لا 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 لا، تشيل، اهدى. الحياة مش محتاجة الجدية المفرطة. الجدية المفرطة ممكن تؤدي لأمراض انت في غنى عنها. ان شاء الله بإذن الله تبتدي تعمل خطة بحيث ان انت تخصص وقت تلعب فيه. عندك أولاد ما شاء الله تلعب معاهم، تكون ألعاب جماعية. مش بقولك مثلا العب على البي سي مثلا، سيب الأسرة وخدش حط الهيدفون واقعد مثلا ساعة ساعتين على الكمبيوتر وتلعب. لا، أنا مش بتكلم على اللعب ده. لعب يكون فيه engagement لمخك، فيزيكال كمان لو تلعب رياضة. كل الحاجات دي أو النشاطات دي هتديك طاقة إن أنت فعلا تراوغ في الحياة. بيقولك إن الحيوانات اللي بتحب اللعب دايما هي الحيوانات اللي عندها مهارة المراوغة في الحياة، زي مثلا الكلاب، زي الأسود، زي النمور، زي القطط، زي حاجات كتير. فالعب عشان تقدر تراوغ في الحياة. الفامباير معانا النهاردة ألا وهو lack of purpose، انعدام الهدف. تخيل كده انت راكب عربية سبق ما فيهاش خط النهاية. هتدنك تلف في السبق، تحرق بنزين على الفاضي لأن مفيش هدف توصل له. فالفكرة ان انت لازم تخلق لنفسك هدف. الحياة بدون هدف ليست حياة. اخلق لنفسك هدف. كان في حد في المخابرات CIA بيقولك ان اكتر حاجة اللي سنايبرز ما بيعرفوش، او اكتر هدف اللي سنايبرز ما بيعرفوش يصطادوه، الا وهو الهدف المتحرك. فهي دي الحياة. ما تخليش الحياة تخطفك او انها تصطادك وانت واقف في مكانك. لا، اتحرك من هدف لهدف لهدف. اوصل. ان ما كانش الهدف ده او ما كانش النقطة دي هو الجول او هو الهدف اللي انت عاوزه، اتحرك لهدف تاني، اخلق هدف تالت. دايما اتحرك، بطل تحرق بنزين على الفاضي. اليوم من غير هدف هو مجرد يوم بيعدي علينا. اخلق لنفسك هدف. المخ محتاج هدف عشان يخلق هرمونات التحفيز. لو مفيش الهدف ده مخك بيكبر دماغه، خلاص مفيش هدف. يومك لو من غير هدف بيبقى كأنه نسخة مكررة، فبتحس بالملل وفقدان الحماس. يلا يا بطل، اكتب أهدافك. مش لازم تكون كبيرة، ولكن لازم تكون واضحة كفاية، وارسم الخريط اللي يوصلك للأهداف دي. فالفامباير رقم 8 معانا ألا وهو انعدام الهدف. والاستراتيجية بتاعتنا ان احنا لازم نخلق لنفسنا هدف او أهداف أكتر من هدف. الفامباير رقم 9 معانا النهاردة ألا وهو التوتر. يا بطل سيبك من التوتر. التوتر عامل زي الابليكيشن اللي شغال في خلفية التليفون. طول ما انت قاعد عمال تفكر ومتوتر. بتصحى من النوم كويس، تبص تلاقي في حاجات كتير قوي شغالة في الباك جراوند. بص تلاقي نفسك طاقتك اتسحبت على الساعة مثلا 10 11 12 وانت لسه اصلا ما عملتش حاجة. تبص تلاقي بوم، طاقتك اتسحبت. لما بنتوتر الجسم بيفرز هرمون الكورتيزول اللي هو مسؤول عن مواجهة الخطر، بالرغم ان مفيش خطر. فتبص تلاقي ان هو شغال، التوتر شغال معاك، وتبص تلاقي نفسك طاقتك اتسحبت حتى وانت لسه ما بدأتش يومك. التوتر بيأثر على نومك، على أكلك، على طاقتك، على كل شيء. وده بيخلي تفكيرك شغال زيادة عن اللزوم، كأن مخك شغال اوفر تايم. عارف لما تشتغل في شغلانة كده مثلا يقولك 8 ساعات وفي اوفر تايم 10 ساعات، هما في ساعتين كده اوفر تايم. انت شغال مجهود، فانت بتخلي مخك يشتغل اوفر تايم. واهم واسرع علاج للتوتر الا وهو الصلاة، تقربنا من الله، والرياضة. الرياضة شيء جميل جدا، بيشحننا طاقة وبيخلينا نفكر قليل. فامباير رقم 10 والأخير معانا النهاردة ألا وهو الكسل. الكسل ده عامل زي الحفرة اللي كل ما تقع فيها تبقى أضعف. تبتدي يومك ناوي ان انت تعمل حاجة، ناوي ان انت تشتغل، تبص تلاقي نفسك فتحت فيديو ورا فيديو، وتبص تلاقي يومك عدى من غير ما تعمل أي حاجة. في دراسة بتقولك ان 10 دقايق من النشاط البدني ممكن ترفع طاقتك بنسبة 30%. تاني، الحركة يا بطل، الحركة بركة. توكل على الله واتحرك.
وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. وقبل ما نختم الفيديو بنفكر نفسينا بال10 فامبايرز او الانرجي فامبايرز اللي اتكلمنا عنهم النهاردة. رقم 1 الناس اللي حوالينا، لازم تختار الناس اللي حواليك وناس تكون ايجابيين تشحنك طاقة. رقم 2 الكرسي، القعدة يا بطل، ابعد عن القعدة، اتحرك، الحركة بركة لسه قايلينها. رقم 3 الأكل، لازم تدخل جسمك أكل صحي. ابتدي بص للأكل باللي أنا قلت لك عليه، أكل هيديك طاقة وأكل هيسحب منك طاقة. ابعد عن الجانك فود، ابعد عن الأكلات السريعة. رقم 4 اشرب مية، ما تعطش، اوعى تدي فرصة لجسمك ان هو يديك الالارم او يديك الاليرت انا عطشان اديني مية. لا، اشرب يا بطل، دايما خلي في ازازة جنبك ودايما اشرب باللي جسمك زي ما قلنا. هتبص هتلاقي الدم بيتحرك بسرعة في جسمك بينقل الاكسجين، وهتبص تلاقي نفسك اتشحنت طاقة. 5 الشمس، لازم تخرج للشمس، لازم جسمك ياخد فيتامين دي كفاية. الشمس سبحان الله بتدينا طاقة، وزي ما قلت اكتر شعوب او الاحصائية قالت ان اكتر شعوب سعادة هي الشعوب اللي عايشة في دول مشمسة. 6 النوم، عدل نومك، ظبط نومك، خد راحتك في النوم بحيث ان انت تصحى تاني يوم كلك نشاط. 7 الجدية المفرطة، العب يا بطل، اخرج، اتنطط، افرح، ده كله هيشحنك طاقة. 8 انعدام الهدف، افتكر السبق، لو مفيش هدف انت عمال تحرق بنزين على الفاضي، لا لازم يكون ليك هدف، اخلق لنفسك هدف يا بطل. 9 التوتر، ابعد عن كل حاجة توترك، التفكير الزايد ده شيله من دماغك، فكر في اللحظة اللي انت بتعملها واتقنها، ابعد عن التوتر خالص. التوتر بيزيد من الكورتيزول، والكورتيزول هو هرمون الخطر، ما تخليش حياتك كلها تبقى في خطر. رقم 10 الكسل، افتكر 10 دقايق كفيلة انها تشحن جسمك بطاقة 33%. اتحرك يا بطل، توكل على الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني ومكملين على طريق النجاح. سلام.